الشتا هلت وطبعا محتاجين حاجة كده نسقسق بيها، يعني مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية نسكافيه. الأمر ما يسلمش. أحلى من حلويات وأحلى من الكيكات وأحلى من أي حاجة جبتيها بتجي يطلعوا تجيبوها من بره ومش نفس الحاجة وبأسعار يعني غالية. هنعملها بأسهل طريقة وأبسط حاجة. معايا 4 معالق من السكر، هحط عليهم نص كيلو من الزبدة. زبدة أنا هنا كان عندي زبدة بقري وزبدة جاموسي بيضة وصفرة، فخلطتهم حوالي نص كيلو. تمام كده. يعني نص كيلو بالزيت، هما حوالي 350 جرام، وهحط 150 جرام زيت. حطيت عليهم ايه مع كوباية ونص مية دافية عشان تسيح لي السمنة. هحط عليهم نص باكل خميرة، يعني نص معلقة خميرة، مش هحط كتير، وربع معلقة بيكنج باودر صغيرة. تمام كده. هقول لكم انا هنا هحط مش هعمل لبن، مش هحط لبن، هحط لبن بودر، معلقتين لبن بودر، او معلقه او ما فيش خالص. تمام. اللي عايزه تعملها باللبن الفريش بس هتطلع ناشفه معاكي، يعني محطبه شويه. اللبن الفريش بينشف العجين. هنا كنت نسيت احط معلقه الخل، هحطها دلوقتي. هنزل بكيلو دقيق. كيلو دقيق ده سبق ونخلته، ورشه ملح على طرف المعلقه الصغيره كده ملح. تمام. انت حطيتي، وهحط بقى معلقه الخل اهي، كنت نسيت احطها، بتسرع من الخميره وبتدي هشاشه للعجينه وبتبقى خطيره. هحط ايه كمان على المقادير دي؟ معلقتين نشا. النشا بتخلي العجينة أنعم وأحلى بكتير، يعني ما بتخليهاش فيها، عارفة انت كده اما تيجي تاكلي الكحكاية ولا المنيناية وتعمل في بقك كده، تلزق في بقك، لا. الخل بيخليها هشة، النشا بيخليها هشة وحلو. مش محتاجة حاجة العجينة. كوبايه ونص الميه. بصي الزبده لسه مسحتش وانا عايزاها كده. هبدا بقى افركها، اعجنها كويس بالحتت الزبده اللي باينه. هنا كنت طبعا ما حطيناش فانيليا، بس انا مش حابه احط فانيليا، احنا بنحبها شمر وينسون. ربع معلقه صغيره كده هتدي لها طعم وهتخلي ريحتها حقيقي. الريحه هتجيب لاخر الشارع، ريحه القرص او المنين بتاعك، القراقيش اللي انت بتعمليها هتجيب لاخر الشارع. كان معايا هنا نص كيلو، حوالي 350 من العجوة، 350 جرام، 400 جرام من العجوة. هحط عليهم ايه؟ نص معلقة سمنة بلدي، لو عندك، ما عندكيش خلاص. لو العجوة معاكي طرية خلاص، رشة على طرف المعلقة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة واقل من ربع معلقة قرفة. لو حبة، مش حبة خلاص ادعكيهم في بعض وسيبيهم. معاكي صينيتك بقى، ادهنيها زيت كويس من كل الاطراف. وتعالي بقى العجينه سبتها ريحت، ما تسيبهاش كتير، احنا مش عايزينها تخمر، سيبيها حوالي 10 دقايق. اقول لك بقى في فرد العجينه عشان ما يغلبكيش. ابتدي افرديه كده حته صغيره، كوريه حته صغيره كده على ايدك وسيبيه. كل ما هتسيبيه يريح وترجعي له هتلاقيه اتفرد معاكي بمنتهى السهولة. هاجي انا على اول واحدة عملتها كورتها هاخدها. تمام كده. ابتدي بقى بططيها كويس. ولو وصلتي لحد هنا معايا يا قمر، ما تنسينيش لايك، متابعة، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. عايزه اقولك ان العجوه دي كانت ناشفه جدا. انا سيحتها، حطيت ربع كوبايه ميه وحطيتها على نار هاديه، فبقت معايا ملبن بالشكل ده. تمام كده. ما تحطيش عليها حاجه في الاول الا ربع معلقه، ربع كوبايه ميه صغيره، معلقتين ميه، وسيبيها على نار هاديه، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. حطيت لها السمنه ورشه القرفه ورشه البيكنج باودر، نص معلقه سمنه بلدي، بتوديها لك في حته تانية خالص عشان ما تنشفش معاكي في الفرن. ابدأي بقى كوري بالمنظر دوت. هتلاقي اما تسيبي العجين يريح مش هيتمط ويروح ويجي معاكي يبقى عامل زي الاستيك، لا، هيتفرد معاكي بمنتهى السهوله. قطعي بقى المنين بتاعك
اي تقطيعه تعجبك، سبعات، سمبوكسات، يعني اي تقطيعه انت عايزاها وحباها تقدري تقطعيها. انا هنا اقطع التقطيعات المعتاده. عايزه بقى اقول لك برضو ازاي تعمليه كعب الغزال، ولو اننا احنا مش قوي في كعب الغزال. عايزه تحطي سمسم، انا بقول لك الحاجات الاقتصاديه. السمنه نوعها ايه؟ اي سمنه انت بتستعمليها. بصي بقى السبعه تقدري تقطعي كده 7 سمبوكسات. تقدري تقطعيه رفيع او تخين، احنا بنحبه المتوسط ده، بيقرمش وبيبقى طعمه خطير، بينشف في الفرن ويفتح وبيبقى خطير. كل ما تسيبي العجين يريح، ما تاخديش وتقطعي على طول وتفردي، مش هيتفرد معاكي، هيرجع يلم معاكي تاني. لا، سيبيه يريح دقيقتين على ما تعملي اول واحده عملتيها، هترجعي له لو عايزه بقى تعملي كعب الغزال، فانت هتفردي حته عجوه على العجينه، ما تفرديها كده وتلفيها وما تبططيهاش، تقطعي ما تبططيه زي ما هو كده. انا هنا هبططه، هعمله مش عايزاه منفوخ قوي اللي هو بيبقى تخين، بس خلي بالك اقفلي الفتحه اللي تحت مكان ما انت لفتيها، اقفليها كويس، عشان اما بيخمر بيقعد مثلا نص ساعه او 10 دقايق، يعني ما بين ربع ساعه ونص ساعه يخمر. بعد ما بترصيه في الصاجات ما بيقعدش كتير، احنا مش عايزينه يعمل. بصي بقى اللي مش هتتفرد معاكي وما ريحتش كويس هترجع تلم تاني. تمام. هنبتدي بقى اعملي كله، انا بعمل لك اكتر من واحده عشان تعرفي الطريقه. تمام. انت في ايديك تسيبيه كده وتقطعيه كده، هيبقى كعب الغزال مدور، او اللي هو تحطي في النص وتلفيها وتقفليها كويس، ويبقى المنين اللي بنشوفه بتاع الافران. بصي هنا انا كنت عملت صاج، هوريكم حاجه تانية برضو اهي. واقفلي من تحت، اقفلي من تحت كويس جدا، وسيبيها ما تفرديهاش على طول. هي كده مريحه معايا، مش هحتاج ان انا اسيبها. تمام. هنا كنت قطعت. بصي بقى، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الكيلو عمل معايا 4 صاجات، 4 صواني. طبعا الصينيه الاخيره دي احنا طبعا لما سويناه انا وابني ما بنبطلش اكل فيها. اهي بصي الكميه دي كلها من كيلو، هيعمل لك حوالي 2 كيلو ونص 3 كيلو، وهيبقى مش هيعدي ال90 جنيه بعجوته بسمنته. لو سمنه عاديه بكل حاجه مش هيعدي ال90 جنيه. تمنه في الفران، انتوا عارفين كل منطقه وعارفين تمنه قد ايه، وناعم وبيدوب في البق وزبده. على فكره انا عاملاه بخليط زبده بلدي مع زبده خليط. تقدري تعمليه باي سمنه عندي، وتحطي نص سمنه ونص زيت، هيديكي قرمشه وطعمه هيبقى خطير. لو عايزاه ان هو يقعد عندك مده كبيره، فبلاش اللبن الفريش. اللبن الفريش بيخلي الحاجه، بصي مفتح وخطير ازاي، وبيقرمش وتحفه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني لايك ومتابعه. دلوقتي بقدم اللي يعجبه الفيديو يخش على الصفحه يقول رايه، يعني تشجعوني لايك ومتابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. بقدم وصفات سهله وبسيطه، اتمنى تشجعوني. المنين ده لو لقيت المخبوزات والمعجنات تشجيع منكم، ان شاء الله هنزل بسلسله مخبوزات عشان الشتاء. لو لقيت الفيديو ده عليه يعني تفاعل، شجعوني بقى كده، لايكات ومتابعة واشتراك، شيري على قد ما تقدري. بصي التفتيحة معاه من جوه مش مكتوم وخطير وبيدوب في البق. عايزة اقولك ان هو تحفة مع كوباية شاي، كوباية نسكافيه، كوباية شاي بلبن. في الشتاء دي مش هتبطلي عمايله، مش مكلف خالص. ب8 كيلو عملنا الكمية دي كلها حوالي 3 كيلو. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. سلام.